علاش انا لابسه هاد اللبسه وكيفاش تلاقيت الممثلين بوراك علي واردام. هادشي كامل وقع في بوزداك فيلم بلاتولاري. حسبني هاد البلاصه كاينه غير في الافلام، لحقاش هنا فين كيصوروا الاغلبيه ديال المسلسلات التركيه. مثلا دابا باقي كيصوروا مسلسل اوسمان بي وبزاف ديال المسلسلات اخرين. عطاونا اتاي لحقاش كان الجو بارد بزاف، ومن بعد لبسوني هاد اللبسه اللي حمقني راسي بها. حسيت براسي بحال في شي فيري تيل، وعشت الدور ديال الاميره وانا كندور في المملكه وكلشي زوين حتى لاخر ديتيل. جا وقت الغدا ومشينا نتغداو في الريستورون اللي كاين تماك اللي فيه طبخ العثماني. كان لو شوا بزاف، الطبله كانت كلها الوان ملكيه، حتى من الشيف ديال اوسمان بي هو نفسه اللي حط لنا الماكله وشرح لنا على لا كويزين اوتومان اللي كانت بنينه بزاف. وتعقلوا على هاد صاحبنا كليت بزاف، وكيف ما كتشوفوا في وجهي كلشي كان عجبني، لحقاش كلشي كان فريمون بنين ويونيك وحاجه تنسيك في حاجه. صبغت بدي صوص وكليت الديسير، ومن بعد مشينا نشوفوا واحد لو شو على القصه ديال اوسمان ومرتو. ما بغيتش نسبويليكم صراحه، انا بعدا بكيت في هاد لو شو، كان واعر والقصه زوينه والبرفورمانس كان واعر. كان ضروري ناخذ ان سوفينير من دو شوب اللي فيه بزاف ديال الحوايج، هارسنة ايتمز، كانوا حتى لي زاكسيسوار والباسي اللي فاتوا مثلوا بهم في المسلسلات، ورحبوا بنا بجيفتس. وعرفت باللي اكن بي جود في هاد الرياضه، وحسيت براسي واعره حيت جبتها هي هذيك 3 تايمز. وي هاد سو ماتش فان. وركبت العود. الا جيتوا لاسطنبول نيزيتي با انكم تجيو تزوروا بوزداك فيلم بلاتولاري باش تعيشوا نفس الاكسبيريونس اللي عشت. بيزو.